في أغنية للمطربة أصالة بتقول فيها: لما دعا الداعي زمان للصفور، ما دعاش لتعرية الصدور أو الفجور، لكن دعا للعلم والعقل نور، والحق والحرية غير الاعوجاج، والكل دي انفراج. الأغنية دي كانت تتر من مسلسل بيحكي عن السيرة الذاتية لقاسم أمين، اللي قال: افتقار المرأة المسلمة إلى الاستقلال لكسب ضروريات حياتها هو السبب الذي جر لضياع حقوقها، فلقد استأثر الرجل بكل حق، ونظر إليها نظرة الحيوان اللطيف يكفيه لوازمه كي يتسلى به. تفتكروا بقى، هل قاسم أمين بعد كل اللي قاله في تحرير المرأة هل ندم قبل ما يموت؟ يلا بينا نعرف. بس قبل ما نبدأ، يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لنا لايك للفيديو عشان ده بيشجعنا ان احنا نكمل. يلا بينا. علشان نفهم قصة قاسم أمين كويس جدا لازم نرجع لورا شوية. الست في مصر كان ملهاش غير بيتها وجوزها وعيالها، وللزوج الحرية المطلقة في انه يطلقها، وده كان لأي سبب. ده غير ان ملهاش الحق في طلب الطلاق ده، حتى لو هو اتجوز عليها لازم تعيش وتصبر، وممكن في لحظة يطلقها علشان يتجوز مكانها، لأن الشرع محلله 4 بس، وهي ملهاش أي مسكن تروح له إلا بيت أهلها. كل ده كان بتواجهه الست المصرية أيام ما جه محمد بيك أمين من اسطنبول على مصر علشان يدير أملاكه اللي ادتها له الدولة العثمانية في دمنهور، اللي هي دلوقتي البحيرة. المهم، محمد بيك أمين كان متجوز من ست تركية، بس اتجوز للمرة التانية من ست مصرية من عيلة أحمد باشا خطاب اللي كان في الصعيد. ودخل محمد بيك الجيش المصري أيام الخديوي إسماعيل لغاية ما بقى قائد السلاح المرابطين. بس في سنة 1863 تقريبا الزوجة المصرية هتخلف لمحمد بيك أمين ولد ويتسمى قاسم أمين. كانت الأم عايشة في الإسكندرية والأب بسبب شغله عايش في طرة. هيقضي قاسم أمين تعليمه الابتدائي في مدرسة راس التين اللي كانت بتاعت أبناء الأرستقراطيين، بس بعد ما يخلص الابتدائية هينتقل هو وعيلته لحي الأغنياء في الوقت ده، اللي هو حي الحلمية اللي كان في الوقت ده في القاهرة. وكمل دراسته الإعدادية والثانوية تحديدا في مدرسة الخديوية، وبعد كده دخل مدرسة الحقوق والإدارة اللي هي دلوقتي كلية الحقوق، وخد ليسانس آداب سنة 1881. وفي الوقت ده اتعرف على الشيخ الأفغاني اللي اتأثر بمدرسته، وعرف كمان صديقه الدائم اللي هو سعد زغلول. المهم، لما عرف محمد بيك أمين إن ابنه قاسم بيتأثر بمدرسة الشيخ الأفغاني منعه إن هو يروح له، وكمان عمل له بعثة دراسية علشان يسافر على فرنسا، وراح هناك على جامعة مونبلييه وقعد 4 سنين هناك بيدرس فيها الحقوق. في الوقت ده حصلت الثورة العربية والاحتلال الإنجليزي لمصر، ده غير طرد رموز الثورة بره مصر، وكان منهم الأفغاني ومحمد عبده. بس سافروا على فرنسا، وعمل الأفغاني جريدة العروة الوثقى، واشتغل قاسم أمين مترجم للإمام محمد عبده. في الوقت ده بقى حب بنت فرنسوية كانت معاه في الجامعة اسمها سيلافا، بس بعد الحب اللي ما بينهم ما حصلش الجواز، ورجع على مصر حزين بسبب كده سنة 1885 وتعين في النيابة. وبعد كام شهر بس أبوه يموت، ويبدأ يترقى في السلك النيابي والقضاء لغاية ما يبقى رئيس نيابة بني سويف، وبعدها رئيس نيابة طنطا. في سنة بقى 1892 هيبقى القاضي في محكمة الاستئناف، وهنا بقى هيعرفوا سعد زغلول على صالون الأميرة نظلي فاضل، بعد ما نظلي فاضل قرت كلامه عن الست المصرية بصورة ما عجبتهاش في مقالاته اللي كتبها في الجورنال أو في كتاب المصريين. لما شاف الأميرة نظلي فاضل أعجب بالنموذج الست دي اللي قادرة تتكلم مع كل الرجالة وتناقشهم، وبكده هي بتكسر قواعد وثوابت بقالها سنين طويلة جدا. لا، وغير كده كمان هي صاحبة أخلاق عالية ومثقفة، على عكس الرايج في الوقت ده على البنت اللي بتناقش الرجالة أو بتتكلمهم أو بتختلطهم على الأقل. وبدأ من هنا إن هو يغير رأيه عن الست. المهم، اتجوز زينب 1894 اللي كانت بنت صديق لأبوه، وخلف منها بنتين. بس في سنة 1899 عمل كتاب تحرير المرأة، وبسببه اتحرم من دخول القصر الملكي. وفي سنة 1900 عمل كتاب المرأة الجديدة. الكتابين دول كان نتاج تجارب مؤلمة شافها للستات المصرية. يعني نشوف مثلا ست ادت كل ورثها لجوزها، وبعد ما تكبر في السن يطلقها علشان يتجوز واحدة أصغر منها ويرميها في الشارع. وفي الوقت ده كانت العادات كانت بتحكم على الست ان هي ما تخرجش من بيتها، فعلشان كده هي ما كانتش عارفة مكان بيت أهلها، ففضلت قاعدة في المساجد ليل نهار.
وشاف برضو البنت اللي في يوم فرحها لازم جوزها يرمي من الشباك أوضة النوم حتة بيضة عليها دم الشرف. وكمان بسبب ان هو كان شغال في القضاء لفترة طويلة كان بيشوف ستات كتيرة جدا بسبب الحبرة واليشمك بيتعرضوا للنصب، لان القاضي مش عارف الست دي هل هي الست الحقيقية اللي جاية تبيع بيتها ولا ممكن تكون نصابة. علشان كده نادى بخلع الحبرة واليشمك، وقال ان هو لازم يكون الحجاب الشرعي اللي بيظهر الوجه والكفين، وعمل كده مع بناته، لكن مراته رفضت كده. ده غير ان هو قال لازم يكون في مخالطة ما بين الراجل والست بحدود علشان الست تقدر ان هي تتعلم. ومن هنا جم ناس كتيرة جدا على بيته علشان يقابلوا مراته، وده طبعا علشان يضايقوه. وغير كده كمان قال ان الطلاق لازم يكون في محاكم وليه حدود، وهكذا تعدد الزوجات. المهم بقى شاف ان لازم يكون في جامعة مصرية يتعلم فيها المصريين، علشان بدل ما يسافروا على اوروبا علشان بس ياخدوا حقهم في التعليم. علشان كده هيكون السكرتير للجمعية اللي هتبني الجامعة، بس هيموت 15 ابريل 1908، وبعدها باسبوع هيتم افتتاح جامعة القاهرة. ولغاية آخر نفس فيه كان مؤمن بقضية المرأة، وما ندمش أبدا على كل اللي قاله في تحرير المرأة، لأن هو كان شايف تحرير المرأة هي خطوة عملية جدا علشان بلاده تتقدم وتبقى زي الدول الأوروبية وتبتدي عملية الإنارة والتنوير. وفي الآخر بسبب كل اللي عمله قاسم أمين يطلع ناس زي لطفية النادي تاني كابتن طيار في العالم، ده غير سميرة موسى تاني عالمة ذرة بعد ماري كوري، وهكذا مفيدة عبد الرحمن أول محامية يبقى ليها مكتب في العالم العربي وفي مصر، ده غير إن هي كانت بتقف قدام المحاكم العسكرية لأول مرة في مصر، وهكذا محاكم الاستئناف ومحاكم النقض. وبس، دي حلقة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لايك للفيديو عشان ده بيشجعنا إن احنا نكمل ونقدم حلقات أحسن، وتكتبوا لنا تعليق تحت عن رأيكم في الحلقة. مع السلامة.